متخيلين انه الشيخ بن عثيمين كان يستحي انه يكسر خاطر هرة؟ يا الله، هذا العالم اللي كان يهابونه ويحترمونه اعداؤه قبل اتباعه ويستحي انه يكسر خاطر هرة. واليوم للاسف بعض الناس يكسروا في خواطر بعض البشر ولا يبالون حتى 1%. لكن الله جابر المنكسرين لا ينسى حق مظلوم ابدا. اول شيء صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من المواقف الجميلة في حياة هذا العلامة الذي كان بدرا يزين سماء زمانه، كان كل ما يخرج من البيت ياخذ معاه اكل لهرة تقف له عند الباب يوميا. حتى هذه الهرة سبحان الله صارت تعرف متى يخرج الشيخ ومتى يرجع، سبحان الله. فكعادة الشيخ بن عثيمين يوم من الايام يدور اكل او اي شيء عشان يعطيه الهرة ويخرج منها، فما لقي اي طعام في منزله رحمة الله عليه. تحسبون انه خرج مع الباب ولا فكر؟ لا 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 يا اخي، هذول العلماء الربانيين اي رحمة يملكونها في قلوبهم. خرج رحمة الله عليه مع الباب الثاني عشان ما تشوف الهرة وما معاه شيء ياكلها فتحزن وينكسر خاطرها. يا الله يا الله، مليئة قلوب هؤلاء العلماء رحمة وعطف حتى بالحيوان أعزكم الله. فرحمة الله عليه عن جميع علماء الأمة وجميع موتى المسلمين. فالصدقة أمرها عظيم في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد رطبة، اللهم صل وسلم عليه. فاليوم أنا جايب لكم صدقة من أعظم الصدقات في هذه الحياة، في أعظم الأماكن في مكة المكرمة، حيث الأجور تتضاعف الحسنات تتزايد، يعني صدقتك الواحدة تتضاعف مئات ألوف الحسنات. الله أكبر. فلا تضيعون فرصة زي كذا، صدقة تفطير صائم في المسجد الحرام. وتذكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره لم ينقص من أجره شيء. فبالمبلغ هذا اليسير راح تلقى أجور عظيمة، وربما تحصل دعوة من هذا الصائم اللي فطرته ما بينه وبين الله حجاب تسعد فيها في الدنيا والآخرة. حط لكم الرابط في الصفحة. وإذا أنك نفسك تتبرع وما عندك مبلغ، انشر هذا المقطع ولك مثل أجر كل من تبرع عن طريقك. ولا تنسون الدال على الخير كفاعله. وأخيرا أحبكم في الله، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.